بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير كده وفي احسن حال، وكل سنة وانتم طيبين وبخير، وربنا يحقق كده احلامكم واملكم، وكل اللي نفسه في حاجة ربنا يحققها له كده في الايام الكريمة المباركة اللي احنا فيها دي. ورمضان خير ورمضان مبارك عليكم كده ان شاء الله. وربنا يجعلها ايام مفترجة كده وفرحة وسعادة علينا وعليكم ان شاء الله. فالنهارده معانا فيديو جديد، يا رب يعجبكم. قبل ما ندخل في الفيديو كده، لو اول مره تشوفونا ما تنسوش بقى تعملوا لايك للفيديو لو عجبكم، وتعملوا اشتراك وتضغطوا على زر الجرس عشان يوصلكم اشعار باي فيديو بننزله. الفيديو بتاعنا النهارده هو فيديو حلو قوي قوي قوي، بالذات في الايام اللي احنا فيها دي لاي ست بيت. هينفعها جامد يعني. الفيديو بقى بتاعنا النهارده عبارة عن غدا بتاعنا كان حيرة الغدا كده كل يوم. هنتغدى ايه هنتغدى ايه هنتغدى ايه؟ فكان عندي حبة الكوسة دولت اللي انتوا شايفينهم، حتى تلاقيهم انا ما كنتش عاملة حساب ان هم هيبقوا محشي. انا كنت جايباهم على انه هيبقوا اعملهم خضار يعني، بصلصة. فالمهم قلت طيب خلاص كده انا هعملهم، عندي هحشيهم يعني هعملهم محشي. الكيس اللي انتوا شايفينه ده حتة اللحمة دي حتة لحمة كانت فايضة من الفيديو اللي كنا عاملين فيه الحواوشي. طبعا انتوا فاكرين فيديو الحواوشي وكان فاض حتة اللحمة كده، فانا رحت مكيساها بالشكل ده وسبتها، وقلت بقى ايه بعمل بها اي حاجة. فجي وقتها طلعتها وقلت احطها كده دي تتعصج، ورحت بشرة الجزرية دي الجزرية كانت كبيرة شوية، وقلت اعصجها كده مع نفسها. الجزرية هتديها طعم وفي نفس الوقت هتزود الكمية زي ما انتوا شايفين معاكم اهو. المهم رحت جايبة بقى الكوسة دي، جبتها بقى وقورتها كده وخليتها كده فلة زي ما انتوا شايفين اهي. وجبت بقى الكوسة دي اللحمة المتعصجة دي مع الخضار، ورحت حط عليه حبة شبت على بقدونس كده، وقلبتهم. وهبدأ بقى أحشي الكوسة دي. الكوسة دي هي هتبقى الصنف الرئيسي بتاعنا النهاردة، وغدانا النهاردة مع حبة رز وحبة سلطة وحبة مخلل، هيبقى أحلى غدا. فزي ما انتوا شايفين اهو، انا جبت الكوسه وقلت وبدات بقى ايه ان انا احشيها. طبعا بحشيها على الاخر خالص، لان اللحمه مش هتزيد مثلا زي الرز ولا حاجه، لا انا كنت بحشيها على الاخر، لان ده هتبقى الغموس واللحمه والخضار بتاعنا. يعني تبقى وجبه غدا ما شاء الله عليها. فالخضار اللي هو الكوسه، اللحمه اللي هي اللحمه، والرز طبعا. فهبدأ بقى احشي كده بالراحة كل الكمية اللي معانا دي. زي ما قلت لكم احنا في الغلا اللي احنا فيه ده وايام التوفير والتدبير بتاعنا ده، لازم كل ست بيت يعني تقضي حاجتها باللي موجود عندها واللي متاح. ما احناش عايزين نأزم نفسنا ونقف على حاجة ونقول لا ده احنا لازم كذا او كذا. لا، زي ما انتوا شايفين اول حتة اللحمة دي زي مثلا يومنا النهاردة، وحتة اللحمة بتاعت الحواوشي دي نقول لا هي ما تنفعش للحواوشي، لا طبعا تنفع لأي حاجة. واحنا كستات احنا اللي بنمشي امورنا. يعني ما مثلا عشان حواوشي معمولة بتتبيلة الحواوشي وفيها البصل وفيها كده فهي تبقى حواوشي بس، لا ممكن نعمل بها نعصجها، نعمل بها زي ما انتوا شايفين كده الكوسة. وكان عندي برضو كيس يعني انا كنت اسمع الحتة اللي فايضة على كيسين، وكنا عملنا بها صينية مكرونة بالبشاميل وكانت تحفة جدا جدا جدا. فطبعا قبل رمضان كده الواحد بيمشي ايده في التلاجة بيشوف لو اي حاجة تنفع، فبنروح نطلعها. فزي ما انتوا شايفين انا بعد ما حشيت بقى الكوسة جبت صينية وحطيتها على البوتاجاز وحطيت فيها حبة زيت ونزلت بالكوسة. الكوسة طبعا زي ما انتوا شايفين محشية اهي، هديها تشويحة علشان ما تتهريش مني. يعني هديها تاخد لون كده من على، وهقعد اقلب فيها قبل ما انزل بالصلصة، لان انا هدخلها الفرن وهتشوفوها معانا صينيه كوسه تحفه. ممكن نعمل مكان الكوسه دي بطاطس، يعني نجيب بطاطس صغيره كده ونقورها ونروح حاشينها، برضو بتبقى حلوه قوي قوي وبتبقى جميله وطعمه وبتبقى زي الفل. وفي نفس الوقت بنبقى قضينا الغدا بتاعنا ومشينا الغدا وموقفناش. وممكن كمان نعملها بالمسقعة. يعني انا كنت عاملة حسابي على حتة اللحمة دي ان انا هعملها مسقعة، يعني هجيب بقى حبة باذنجان حلوين كده واروح عاملة صينية مسقعة، وبرضه هنعملها وجبة غدا. بس هي الكوسة بقى كانت موجودة وفرضت نفسها. فزي ما انتوا شايفين نرجع للكوسة، وانا هبدأ بقى اقلب فيها. يعني هي بدأت تاخد لونها زي ما انتوا شايفين،
التشويحة دي بتبقى حلوة قوي وبتدي تطعيمة حلوة للصينية بتاعتنا. فلازم نعمل التشويحة دي ونعملها وهي محشية، ما ينفعش نعملها قبل ما تتحشى، لان هنيجي نحشيها نلاقيها الكوساية واخدة نسبة سوا. شوفوا شكلها عامل ازاي وريحتها. طبعا ممكن كمان نعملها كوسة بالبشاميل يعني برضو، عملتها قبل كده في القناة. ان احنا نقطع الكوسة دي شرايح حلقات صغيرة كده، ونبدأ برضو نشوحها ونعصج اللحمة، ونحط حبة صوص كده طماطم في التعصيجة، وبعدين واروح عاملة بقى البشاميل اللي احنا عارفينه اللي هو دقيق ولبن، وابدا بقى ايه اظبط الصينيه يعني تمشي بالطريقه دي اللي هي صينيه الكوسه المحشيه باللحمه المفرومه وبالصلصه. فزي ما قلت لكم تنفع نعمل مثلا بالحته اللحمه دي مسقعه، ينفع نعمل مكرونه بالبشاميل، ينفع نعمل الكوسه دي بالبشاميل، ينفع نعمل جلاش، ينفع نعمل مكرونه فرن اللي هي المكرونه، ونحط اللحمه في الطواجن كده. تنفع بقى حاجات كتير قوي. فاحنا قلنا ان احنا ما نوقفش كستات بيوت ان احنا نقف على حاجة معينة، او نقول ان انا يعني نقول لا ده ينفع او ده مش هيبقى طعمه حلو او كده، لا. طبعا انا بحكي كتير النهارده في الفيديو، بس بشرح لكم ان قد ايه ان يمشي والاكل هتبقى حلوه قوي ومناسبه. وبالرغم ان هي حته لحمه صغيره، هي ما تجيش ربع كيلو، لان هي ربع كيلو بالبصل والتوابل اللي انا حطاها. فنرجع بقى للكوسه بتاعتنا. زي ما انتم شايفين انا بحاول بقى ان انا ادور الصينيه، يعني بقعد اقلبها كده من جميع الجنوب، واللي ما خدتش تشويحه بحاول اديها تشويحه واديها وش اهو، واللي استوت بودي يعني بقلبها في الصينيه. شوفوا خدت وش تحمير اهي. وبعد كده بقى بروح مدخلاها هنزل الاول بالصلصه. عامله كده اهو شفشه صلصه اهو، عصير طماطم، وبروح نازله بيه واسيبها بقى لما تتسبك. وبنزل بقى بالتوابل، اعمل لها توابل حلوه بقى، كزبره ناشفه، توابل 7 بهارات، بحط حبه شطه، بحط حبه كمون اهو زي ما انتوا شايفين. ولو عايزة طبعا لو انت لقيت ان الصلصه اللي هي العصير طماطم قل او بدأ يقل، زودي حبه ميه علشان ما تنشفش معاكي فهبدأ بقى اقلبها، وبعد كده اخدها بقى في المرحله دي بقى وخلاص هي تكون دخلت في السوا، بروح مدخلها الفرن تاخد وش كده من فوق اهي. شوفوا شكلها عامل ازاي اهو. حلوة وريحتها حلوة، ووجبة كاملة متكاملة يعني خضار ولحمة، والصوص ده برضو بيبقى حلو يعني ما بترماش ولا حاجة، لا ده انت بتغمسوه بالرز كده، ومع حبة سلطة مع حبة مخلل، طبق مخلل كده. وده حلة الرز بتاعنا اهي، وده غدانا النهاردة. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة.